صباح الخير أو مساء الخير على حسب ما بتشوفوا الفيديو. حابة أتكلم في إن دلوقتي في مسلسلات كتيرة أوي بتتعمل، وفي مسلسلات بنتشد ليها وبنتفرّج عليها وبنحب نتفرّج عليها، لكن لو رجعت اتذاعت تاني ما بنتشدش ليها ولا بنحب نتفرّج عليها تاني، لكن لو مثلًا اتذاع مسلسل زي لن أعيش في جلباب أبي وشخصية عبد الغفور البرعي، هاحب أتفرّج عليه تاني وتالت ورابع وعاشر، ورغم إن أنا اتفرّجت عليه كتير أوي، لكن باحب أتفرّج عليه بكل الشخصيات اللي موجودة في المسلسل، والمشاهد الحلوة اللي أثّرت فينا، زي فرح سنية والخناق على الأكل والكيس اللي بنحط فيه الأكل، وفاطمة كشري، وإصرار عبد الغفور البرعي إن هو يبقى حاجة، وإن هو يقعد يحوّش وينزل ويشتغل في وكالة البلح. المسلسل ده هيفضل مأثّر فينا طول عمرنا، وأكيد في كل واحد فيكم في مسلسل بيأثّر فيه ومأثّر فيه، ومهما اتذاع مش بيمِل منّه وبيزهق منّه وبيحب يتفرّج عليه كل مرّة. قولوا لي على المسلسل بتاعكم اللي بتحبّوا تتفرّجوا عليه